السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكون الأمورات كاملة مزيانة إن شاء الله. إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الفيرما اللي تبارك الله ما شاء الله غزالة ورائعة. تبارك الله إخواني أخواتي، واحد الدار فيها كتحمق وفيها واحد الأرض كبيرة ما شاء الله، اللي المساحة ديالها 2 الهكتار. فيها تبارك الله البير عامر بالماء، البرد العنصر، والدار تبارك الله مصلوحه وغزاله، والارض كبيره تبارك الله. فيها شويه ديال شويه ديال الدلام، شويه ديال يعني بزاف ديال شويه ديال هذيك اشجار ديال الغابه. وهي ماشي الغابه، هي كتحد بالغابه، يعني الارض سليمه، ما فيها شيء المياه والغابات، ما فيها شيء يعني شي ريكيزيسيون. والورقه ديالها ملكيه موروثه ابا عن جد، يعني مولاها كيورثها على الوالدين ديالو هذه سنين تبارك الله. المهم اخواني اخواتي، خليكم ان شاء الله يا ربي مع جميع المعطيات ديال هاد الفيديو هذا. كما كتشوفوا اخواني اخواتي تبارك الله، واحد شجره الزيتون كبيره كنا تحت منا، دابا من بعد عاود نشوفوها، وغنمشيو دابا نشوفوا ان شاء الله الدار. تبارك الله الدار فنه ما شاء الله رائعه، وتبارك الله مصلوحه غزاله. والارض هي هذه الارض كبيره ما شاء الله، كما قلت لكم فيها 2 الهكتار، كتطلع على البحر. كما كتشوفوا المنظر البحر غزال ورائع. وجات في النواحي القصر الصغير، يعني تكون بعيدة على القصر الصغير واحد 10 تن 12 كيلومتر، اللي تكون بعيدة على القصر الصغير. فيها واحد الكوري، وفيها الدار كما شفتوا، فيها البير، وفيها الاشجار ديال الدلم والزيتون. يعني الارض فلاحيه غزاله اللي خدمه واللي يدور بها، يعني مولاها ما كيخدمش فيها بزاف كما كتشوفوا معايا، يعني خصها شويه الحرث شويه الخدمه وداك الشيء. يعني هذا الموطع هذا صراحه الله يصلح بزاف ديال الحاجات، يعني اما يصلح يعمل الواحد فيه الفلاحه ديالو، اما يعمل فيه شي دار ضيافه. صراحه الله غزاله ما شاء الله رائعه. المهم غنمشيو ان شاء الله باش نشوفوا الدار ان شاء الله من الداخل، وعاد غنمشيو نتسراو الغرسه ان شاء الله كامله. المهم اخواني اخواتي، كما كتشوفوا الدار تبارك الله كبيره، فيها 150 د المترو اللي مبنيه، 150 د المترو. وفيها تبارك الله واحد الجريده حداها الكوري. تبارك الله كما قلت لكم راها مزيونه غزاله. ويلا اخواني اخواتي باش نكتشفوها من داخل ونشوفوها تبارك الله كيفاش عامله. هنا كما كاينه واحد الجريده حداها كما قلت لكم، واحد الغريسه، اللي بغى يعمل لها بيسين يقدر يعمل لها بيسين. هي هذه في هذا الاتجاه هذا اللي عندها هذه البويبه هذه دايره بالسور، كما كتشوفوها هي يقدر الواحد يعمل فيها شي لابيسين هنايا. وهنا كما كتشوفوا منظر البحر رائع تبارك الله. المهم اخواني اخواتي كما قلت لكم غندخلوا ان شاء الله نسكنه ونشوفوها ان شاء الله كيفاش عامله، مصلوحه وغزاله تبارك الله ونقيه، صراحه فنه ورائعه. كما كندخلوا اخواني اخواتي كنلقاو هذا وسط الدار ومفاتمها الكوزينه. كوزينه هي هذه اخواني اخواتي، كوزينه كبيره تبارك الله وغزاله. ها انتم اخواني اخواتي تبارك الله ما شاء الله، يعني فيها واحد المنظر اللي هو مزيون ورائع. هنا كندخلوا اخواني اخواتي كنلقاو تبارك الله هاد الصالونات كبارين. هاد الصالون هذا كاين واحد الصالون اخر، كاين بيت النعاس. يعني كما قلت لكم الدار راها كبيره تبارك الله. شوفوا هذا الصالون قداش تبارك الله. كاين هاد السيجور هنايا، كاين واحد الكوزينه اخرى داخل. المهم تبارك الله فيها التواسع. كما قلت لكم راها 150 المتر اللي هي مبنيه، وحتى الثمن ديالها اخواني اخواتي راه مناسب جدا بالنسبه لجوج الهكتار. والدار فيها البير، فيه تبارك الله الماء العنصر عامر بالماء، يعني الماء الشرب ديال كل شيء. وفي نفس الوقت حداها بزاف ديال العيون، حداها بزاف ديال البيور، يعني اللي حدا بعضياتهم عامرين بالماء. والطريق واصله لها حتى ليله، حتى للدار، واخا بيستا واصله لها الطريق حتى ليله. يعني موطع غزال ومخير تبارك الله، واحد الموطع اللي هو رائع ما شاء الله. هنا واحد الصاله اخرى عاوتاني تبارك الله، الصاله حتى هي كبيره ما شاء الله كما كتشوفوا. يعني الدار متوله وغزاله ما شاء الله كما كتشوفوا معايا. الدار نقيقيه ومزيونه تبارك الله، ما تقولوش كاينه الدار في الجبل. الدار مبنيه على الصح، يعني فيها البنيه مزيانه ديالها مزيان وصحيح.
كما قلت لكم اخواني اخواتي، الورق ديالها ملكيه موروثه ابا عن جد. يعني الحيط اللي فيها في ذاك الدلم، يعني في جنب الغابه، تبارك الله قديم. عند الحدود ديال هذا الحيط قديم قديم بزاف، يعني واحد الوقت اللي هو بزاف. هنايا كما كتشوفوا هذا البيت النعاس فيه واحد الطواليت. وكما قلت لكم الواحد لافونتاج ديال هاد السكنه هذه هي حداكم الغابه. يعني الغابه اللي يبغي يعمل الكسيبه، اللي يبغي يعمل الدجاج، اللي يبغي يعمل الغنم، يعمل اي حاجه، يعني عندكم المساحه فين ترعاو وفين تجريو وفين تدوروا. تبارك الله كاينه المساحه، يعني المساحه قدامكم مفتوحه. يعني كيبقى هذا الملك وهذاك اللي حداها، يعني كتحد بالغابه، كتحد بيها. يعني نهار اللي جاو عملوا اخواني اخواتي البرنات ديال المياه والغابه، كان السيد حاضر. كان هذا السيد هذا حاضر. يعني ملي كانوا كيعملوا البرنات هو كان حاضر، عارف البرنات في كيحدوا، ودافع على الملك ديالو طبيعه الحال، باش ما تاديش المياه والغابه. يعني غير باش نوضح لكم، تقولوا لي لا المياه والغابه، لا اخواني اخواتي، راه كان حاضر معاهم ملي كانوا كيعملوا البرنات، ودافع على الملك ديالو باش ما يتقاسش بالمياه والغابه. هادشي اللي عاودنا البارح. كما قلت لكم اخواني اخواتي، هنا كاين واحد البيت اللي هو ديال رقاوج. هنايا الكوري عنده الباب من هنايا، قالت لي السيده كطلع على المعيزات ديالها من هنا، وفي نفس الوقت راه عنده الباب مليهن من برا. هنايا كطلع عليهم هنايا من الدويره وصافي. يعني ماشي اللي كيخرجوا يدخلوا منه، ملي كيخرجوا يدخلوا راه كاين من برا، من جهات برا. احنا غنشوفوها مع بعضنا. كما كتشوفوا اخواني اخواتي، احنا طلعنا دابا نسطح، نطل واحد اطلاله مسطح، اطلاله اللي هي ما شاء الله رائعه. اجي تشوفوا اخواني اخواتي، بحال كيبان غزال من هنايا. والمنطقه مفجه كما كتشوفوها، تفجيجه. من هنا اخواني اخواتي غيبان لنا كامله الغرسه، غتبان من هنايا. الغرسه تبارك الله راها كبيره كما قلت لكم. النص الكبير فيها يعني مقرع، ما فيه شي الاشجار، وما فيه شي الغابه. والنص الاخر يعني تقريبا ناقص النص، شويه من النص، يعني فيها هاد الدلم. هذه هي الغرسه كما كتشوفوا، كتحتن هاد الدرو هذا، وطلعت هيدا مع الجنب حتى الدخله ديال الدار، بهذا الاتجاه هذا. ومن هذا الاتجاه هذا راه عاوتاني كاينه البلاصه اللي ما وصلتش ليها بصراحه، لان تبارك الله كما قلت لكم الارض كبيره، هودات تحت. هانتوما اخواني اخواتي، يعني اللي يبغى يعمل كسيبه، اللي بغى يعمل بقار، اللي بغى يعمل اي حاجه، صراحه تنجح له هنايا في هذا الموطع. لان كما قلت لكم راه كاينه المساحه الواحد فين يعمل البقار ديالو، الغنم، معاز، اي حاجه ديال الرعايه كاين هنايا. اللي كما قلت لكم راه الغابه كتحد بها وكبيره تبارك الله. نهودوا اخواني اخواتي باش نتسارعوا جهه اخرى ديال الموطع اللي ما دوزناش منه، باش نوريكم عاوتاني كيفاش عامله الارض تمايا. هانتوما اخواني اخواتي، من هنا كي كتبان الدار، كتبان فنه ما شاء الله. هذا كما قلت لكم هذا الغريسه يقدر يعمل فيها واحد لابيسين. البير هو فين هو اخواني اخواتي ليهن، وعاملين له الكوما انستالاسيون ديالو داكشي. المهم كما قلت لكم راه الصراحه رائعه، واختار من رائعه. كما قلت لكم اخواني اخواتي، حتى الثمن ديالها جد جد مناسب، مزيون. كما قلت لكم المساحه ديالها 2 هكتار تبارك الله. وفيها الدار، فيها البير، فيها داك الكوري اللي ماشي كبير بزاف، وفيها شي بيوت كما كتشوفوا، كل بيت بوحديتو ديال الكواج. يعني عندهم فين يعملوا رقيوجات ديالهم وداكشي، والدوزان وداكشي. ايوا نمشيو اخواني اخواتي كما قلت لكم باش نهبطوا نشوفوا ان شاء الله يا ربي مع بعضياتنا البقيه ديال هذا الفيديو هذا. هنا يا اخواني اخواتي الدويره كاينه بلاصه د الكلاس. كما قلت لكم زعما صراحه الله مزيونه. يعني اي حاجه الواحد، سواء الواحد يعملها لراسو العائله ديالو، سواء يعمل الواحد يعني منتجع سياحي، شي دار ضيافه ولا شي حاجه، يعني كيبقاو اقتراحات وصافي، يعني كنقترحهم انا. والواحد كيعرف راسو، كل واحد كيعرف راسو شنو يعمل. وهذه صراحه صلاح الواحد يجي يتكالما مع راسو هنايا، ويعيش مع راسو هنايا في الامن والامان والهدوء والطبيعه وكل شيء. بالنسبه اخواني اخواتي
التحفيظ اللي بغى يحفظها راه يقدر يحفظ. يعني ملي كيكونوا الاوراق ديالها ملكيين موروثين ابا عن جد، عند الحجه قديمه وعند المسائل ديالها قانونيه ما دخل فيها لا مياه غابت لا حتى شي حاجه، راه يمكن لها تتحفظ. هانتوما كتشوفوا اخواني اخواتي الارض وصلت جهاد الليل. كاين غير واحد الطريف تمايا اللي ماشي ديال هاد السيد هذا، ديال اختو مزرب، ها هو كاين تمايا في داك الاتجاه في كنت كنزومي. ايوا دابا اخواني اخواتي غنمشيو عاوتاني الجهه هادي باش نشوفوا عاوتاني المنظر من هاد الاتجاه هادي شحال غزال ورائع. هانتوما الدار تبارك الله كبيره وكامله دايره بفرشادات، كامله دايره بالشراجم، تبارك الله الصراحه مزيونه ورائعه. تمنيتها لاي واحد فيكم اخواني اخواتي صراحه. هنا كما كتشوفوا هنايا كما قلت لكم ديك الكوري راه كيدخل من هنا، وعنده واحد الباب اللي كتدخل عندك الاتجاه اللي قلت لكم كتطلل منه ديك السيده على المعيزات ديالها، عفوا ديالها. عاوتاني تسناوني شني عادي نقول باش عاود تبقاو تسناوني شني غنخرج من ثقبي. الثقب ما فيه عظام اخواني اخواتي، بنادم شحال مره كيغلط وما كيكونش قاصد الغلط اللي كيقولوا، يعني كنهضر ما كنردش البال شني قلت. المهم بعد المرات كيكون ضربني الشمس، بعد المرات كنكون مدوخه بالطريق. المهم كل نهار وكيفاش. المهم عملوا راسكم ما سمعتوا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. المهم اخواني اخواتي كما قلت لكم غادي نمشيو باش نشوفوا البقيه ديال هاد الغريسه اللي في كاينين داك الدلم، راهم هادوك الدلم راه داخلين هنايا في الملك ديال السيد، وباقي هو دا حتى نتاحيت. غادي نمشيو باش نشوفوا من تما ان شاء الله. هانتوما شوفوا على منظر اخواني اخواتي، منظر رائع صراحه. الله دورنا بزاف في هذا الموطع هذا، حتى ضربتني الشمس واحد ضربه خايبه ما نقول لكم شي. اي والحمد لله وصافي والله هيلا. هانتوما شفتوا اخواني اخواتي الصوت ديالي مبدل. اي والله يحفظنا ويحفظكم ورزقنا ورزقكم ورزق جميع المسلمين يا رب العالمين. المهم نكملوا على هذا الفيديو هذا ونمشيو نشوفوا ان شاء الله هاد الارض هذه اللي باقا هو ده حتى نتاحت. صراحه ما قدرتش نهود كما قلت لكم، كانت القيله بزاف في الشمس. يعني اللي بغاها ان شاء الله غادي يجي ويشوف يشوف الحدود، وخصوصا يعني كيجيو يشوفوا الرجال، يعني تبارك الله كيقدروا يجريو يهودوا ويشوفوا. انا اكتفيت في هذه البلاصه هذه. المهم غير باش نقرب لكم شويه الصوره وصافي. بالنسبه للثمن اخواني اخواتي، الثمن ديال هاد 2 قطار والدار معها فيها البير فيها الكوري، تبارك الله الماء موجودين هنايا قريبه القصر الصغير بواحد ما بين 10 حتى 12 كيلومتر. الثمن ديالها هو 95 مليون. 95 مليون. وقولوا لي واش همزه ولا ماشي همزه؟ همزه رائعه الصراحه، همزه مخيره. يعني الدار مصلوحه يعني ساكنه، الواحد غيجي يسكن ما غاديش يبقى يصلاح ولا يعوطها، ولا يعني نقيه ومزيونه ومفرشه معدله على حقها وطريقها كما شفتوا. والارض باقا ماشا اللين في جالسين داك الناس وزادت اللين. المهم راه كاين خير ضرب بالعالمين في هذه الارض. ايوا هادشي اللي كاين اخواني اخواتي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا وتساليتوا وتفججتوا وتنزهتوا، واللي ما شري يتنزه. المهم هانتوما منزهين ومساريين. هاد المنطقه صراحه اخواني اخواتي مزيونه وغزاله صراحه. الله عمري ما جيت ليها اول مره، يعني منطقه فانه، يعني عاد اكتشفتها الصراحه فنه ما شاء الله. يعني فيها واحد الخضوره واحد الطبيعه، والماء موجودين هنا. اللي بغى يحفر البيور يحفر مع راسه، الماء موجودين. في خلينا الطوموبيل تمايا العيون تبارك الله. نقول لكم 4 نقول لكم 5 العيون كاملين عامرين بالماء، والماء ديالهم دو الشرب باردين غزالين. هانتوما اخواني اخواتي تبارك الله. يعني وصلت هنايا انا يقول لي كاين واحد الحيط اللي هو قديم، يعني قديم بزاف، الحيط اللي كيحد ما بين الغابه وهذا الملك هذا. انا نحاول نزوم عليه هو هذا. ها هو اخواني اخواتي دايز الحيط من هنايا اللي هو سور د الحجار، يعني غير مغطي بالاشجار وداكشي اللي غادي يجي غادي يشوفوا بعينه. ايوا هادشي اللي كاين اخواني اخواتي. وهاد السكنه هذه ديال واحد الشخص، ماشي شخصه، ديال شخص. الاخ اللي قال لي شخص راه خرجت لي الهضره عوجه وما رديت لهاش البال، راه ماشي قلتها بالعاني.
عارفه ما كاينه شي شخصه، عارفه عشني خرجت لي هكذاك وصافي. المهم ما تديوهاش عليا، ديال واحد الشخص. اخواني اخواتي، ايوا هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله يكون استفدتوا معايا وتنزهتوا وتساليتوا وتفججتوا، واللي ما شرا يتنزه. المهم احنا مساهرين مع بعضنا ومفجين ومساليين والناس اللي مساكن اللي قلطانين في الغربه، نتوما كتساراو معايا على ما تجيو، وما نجيو اجيو تساراو، عملوا راسكم عاد تشريو اجيو تساراو مع راسكم. عملوا راسكم عاد تشريو نتوما ما عاد تشريو والو، يا ساراو صافي. ايوا هادشي اللي كاين. الله يسهل علينا وعليكم ورزقنا ورزقكم ورزق جميع المسلمين. دابا الناس ان شاء الله ديال الجاليه ما يجيو من لا برا، يكون كرموس طاب، ديك الساعه يجي يقولوا لي انا ماشي نجي نشري، باش تمشيو تاكلوا على الكرموس بعدا مع راسكم. ايوا هادشي اللي كاين اخواني اخواتي. كما كتشوفوا المنظر البحر غزال هنايا، كيبان البحر، الطبيعه ويعني والحياه الجميله. كاين السكان، كاين فيلات رائعه، كاين ديور فنين هنايا كيحمقوا الصراحه. واحد الشر اللي هو كبير ومزيون ومنزه ومفجج، ماشي مغمق، يعني مفجج. والناس ديال هاد الضيعه هادي ولا هاد الفيرما، الله يعمرها درتهما غزالين، لا المراه ولا الراجل ديالها صراحه. الناس طيبين كرماء، يعني مطلوقين. شحال نقول لكم من اطيب خلق الله. والحمد لله كيرقينا ربي دائما مع الناس المزيانين، دائما سواء الناس اللي كيشريو سواء الناس اللي كيبيعوا. الحمد لله كنتلاقاو مع الناس اللي مزيانين والناس الكرماء الطيبين. الله يسهل عليهم والله يحفظهم يا ربي. ايوا حتى الجروب ديالي اللي خدام معايا في الخفاء، شكرا ليهم بزاف وكنشكركم بزاف، عمري ما شكرتهم. شكرا ليهم بزاف، كيعاونوني ويساعدوني ويحميوني وكل شيء. ربي يخليهم ونعم الرفقاء، الله يرحم الوالدين ديالهم. شكرا لكم بزاف. وانتم اخواني اخواتي، شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى اللايكات ديالكم، على الكومونتيرات ديالكم الرائعه والجميله، واللي خطيكم عليا. الله يحفظنا ويحفظكم ويرزقنا ويرزقكم ورزق جميع المسلمين. المهم اخواني اخواتي، الثمن هو 95، فيها جود الهكتار، 95 مليون جود الهكتار. فيها الدار وفيها البير، الماء موجودين تبارك الله، الورقات ديالهم مخيرين، تحفظوا بهم. ايوا هادو هما المعلومات اللي عندي اليوم. الا خرجت شي كلمه ماشي هي البير اخواني اخواتي، الا خرجت شي كلمه ماشي هي هذيك، عملوا راسكم ما سمعتوهاش. ايوا هادشي اللي كاين. المهم اخواني اخواتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.